السلام عليكم الدراري. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تحيه كبيره للجمهور الرجاوي. اليوم ان شاء الله غندويو على الماتش ديال البارح اللي داز بين الرجاء الرياضي واتحاد توارقه. ماتش اللي انتهى بفوز النسور بهدف لصفر، اللي جا عن طريق يسري بوزوق من بعد التمريره ديال نوفل الزرهوني. البارح بصراحه شوط اول شوط رائع، تمتعنا بكره، كان خاصنا هدف، بزاف المحاولات، خاص تم استغلال الفرص باش ترجموا من الاهداف. كان خاصنا هدف. الشوط الثاني كان تراجع، كان بطء في اللعب، ولكن هادشي كيرجع لعامل اللياقه البدنيه. شفنا ان اللعاب اللي جراو بزاف، اللي لعبوا الكره بزاف في الشوط الاول، كادم نفاتي، كصابر بوغرين، كايمن حسين، شفناهم في الشوط الثاني انهم عياو. داكشي علاش جبد لهم المدرب اكيد الهدف اللي جا في اخر دقائق المباراة. هدف غالي كيعطيك 3 النقط الثمينة، وحنا كنعرفوا انك في تيرانك خاصك ضروري تنتصر. ما كاينش تعادل، لازم خاصك تنتصر الا باغي تنافس على اللقب. واخا مازال حنا في الدورة 4، ولكن خاصك ما تضيعش 16 نقطة، خصوصا في التيران ديالك ما تضيعش 16 نقطة، حيت ممكن في الدورة 30 توقف على ديك النقطة وما تلقاهاش. داكشي علاش ما خاصكش تضيع شي نقطة في التيران ديالك، خصوصا في التيران ديالك، وتبحث على فوز او تعادل خارج الديار. فوز اكيد، الفوز هو الاحسن، ولكن في التيران ديالك ما خاصكش تعادل وما خاصكش تنهزم، خاصك ديما تفوز في التيران ديالك وتخرج على برا تقلب على الفوز او على الاقل التعادل. هادشي اللي كاين. الوغ نرجعوا للماتش ديال البارح. الماتش ديال البارح اللي بدا المدرب في حراسة المرمى أنس زنيتي، قلب الدفاع مقدم مع الراسي، الأظهرة بولكسوت، سوبول، وسط الميدان أهولو، مكعازي، صابر، بوغرين. في الجناب كاين زرهوني نوفل، وكاين آدم نفاتي، رأس حربة أيمن حسين. الو غندويو على هاد اللعابة واحد واحد. أنس زنيتي البارح ما شفناش قاص الكرة بزاف، ما لعبش كرة بزاف في رجليه. تاني حاجة، أنس زنيتي البارح كانوا 3 الانفرادات كلهم خرجهم. أنس زنيتي بدا كيرجع أنس زنيتي اللي كنعرفو. عرفنا ان أنس زنيتي لا في ماتش بالرشيد، لا في ماتش الجيش، لا في ماتش المغرب الفاسي انه ارتكب الاخطاء، ولكن صراحة الماتش ديال البارح خرج واحد 3 الكواري، اللي كانوا اكيد كانوا اهداف محققة. والبارح الى استثنينا انه خرج وحده اللي ما كانش مزيانه لأنس زنيتي، اللي هي في الاخر ديال الماتش ديك الضربه الراسيه ديال المهاجم اتحاد توارقه. من غير هذيك انا زنيتي البارح شفنا انه ما قصش الكره بزاف، ما لعبش الكره بزاف بحال الماتشات اللي دازو. وهذا الشيء لما كيرجع لوسط الميدان. البارح وسط الميدان لقى راحته، اهولو لقى راحته كيلعب براحته. شفنا شحال من تمريره، التمريرات بزاف من اهولو كاملين صحاح، سواء لسبل سواء لنفاتي سواء لزرعوني، تمريرات طوال ولا قصار. البارح نجح فيهم اهولو. علاش؟ حيت مكعازي كيرجع شويه اللور، بوغرين كيلعب الكره بزاف القدام، داكشي علاش الكره مبقيناش كنشوفوها كترجع للحارس. هادشي جاي من وسط الميدان اكيد. غندوزو للدفاع. الراسي مقدم، الراسي مع مقدم اكيد مازال ما كانش داك التفاهم الكبير، اكيد ما لعبوش بزاف مع بعضياتهم، هادشي عادي، ولكن كاين تحسن، كاين اداء واخا ما تختبروش بزاف. الراسي تبارك الله كيلعب بواحد الاناقه، كيلعب بواحد الثقه في النفس ما شاء الله. مقدم وكذلك واخا عنده بعض الاخطاء، ولكن شفنا انه تحسن من بعد الماتش ديال المغرب الفاسي والجيش الملكي. شفنا انه تحسن، ما بقاوش دوك الاخطاء بزاف. نمشيو للجنب. كاين بولكسوت حتى هو
ماتش ديال البارح حسن بزاف من الماتش ديال المغرب الفاسي. اكيد شفناه في المثلثات، لا مع الزرهوني لا مع النفاتي. شفناه في يعني كيطلع وكيرجع دفاعيا وهجوميا، ساهم بزاف وبزاف. سبل يعني سبل مباراة رائعة، من سبل قتالية، من سبل يعني صراحة. سبل البارح دار ماتش واعر، لا دفاعيا لا هجوميا. البارح سبل يعني جميع التدخلات ديالو كانت رائعة بدون أخطاء. عرف كيفاش أنه يستخلص الكواري. يعني في الشوط الأول فقط عطى 4 ديال العرضيات، يعني شيء إيجابي. سبل خاصو يكمل بحال هكا، وبرافو عليه. مشيو لوسط الميدان، اهولو كما قلت لكم، اهولو القرح، شو اهولو عطى بزاف ديال التمريرات سواء الطويله ولا القصيره، عطاهم للزرهوني، النفاتي، سبل، بولكسوت. عطى بزاف ديال التمريرات اللي صحيحه، حيت القرح في وسط الميدان مكعازي مره كيرجع كيعاون الدفاع، مره كيدفع الكره لقدام شيئا ما مزيان. واخا مازال خاصو الخدمه واحد شويه، حيت ضعيف بدنيا، مازال خاصها الخدمه. صابر بوغرين صراحه، صابر بوغرين فاجأني. انا شخصيا فاجأني صابر بوغرين، ما كنتش كنتوقع انه هو يكون بداك الاداء. واخا مازال صابر بوغرين يلاه لعب شي 50 ولا 60% من الامكانيات ديالو. يعني صابر بوغرين البارح فاجأني، انه تبارك الله عطى واحد 3 الكواري مزيانين. وتقول انه كيلعب في الراجل شحال هادي، التفاهم بينه وبين سوبول وبين زرهوني وبين نفاتي يعني واحد التفاهم كبير، ومازال ان شاء الله يكون انسجام بيناتهم وغنشوفوا كرة رائعة ورائعة. اذا صابر بوغرين رائع، ومازال غيكون احسن واحسن ان شاء الله. نمشيو للهجوم. نوفل الزرهوني يعني هذا العام هذا نوفل هائل، نوفل رائع، نوفل مختلف تماما على العام اللي داز. اكيد العام اللي داز ما كانش واجد مزيان، ولكن هذا العام هذا نوفل الزرهوني لا اللياقه البدنيه لا اي حاجه، نوفل الزرهوني رائع. انك تلعب 4 الماتشات، عطيتي 3 الاسيست، ماركيتي هدف، يعني ارقام مزيانه شيئا ما. يعني نوفل الزرهوني بدا كيرجع، لنوفل الزرهوني اللي كنعرفو، نوفل الزرهوني اللي شفنا في الفتح بدا كيرجع، وكنتمنى ان شاء الله انه يكون احسن واحسن. نمشيو للجهه الاخرى. نفاتي، ادم نفاتي صراحه كاين تحسن كبير. ادم نفاتي كنعرفو كورتو، تفرجنا فيه في مولودية وجدة، شفنا في الفتح الرباطي، شفنا في الجيش الملكي العام اللي فات. ادم نفاتي رائع ورائع جدا. عرضيات على المقاس، مراوغات، تمريرات رائعة. يعني ادم نفاتي غينفعنا بزاف بزاف بزاف. باقي ما وجدش بدنيا 100%، ولكن ان شاء الله مع المقابلات غيوجد وغينسجموا الدراري مزيان، غتكون كرة رائعة ان شاء الله من الفريق. ايمن حسين، ايمن حسين طاحوا ليه بزاف ديال الكرات، يعني بزاف ديال الكرات في المربع العمليات. صراحة مهاجم كيعرف انه يوقف في البلاصة ديال الكرة، يعني الوقفة في البلاصة ديال الكرة عنده، ديما كيقرا الكرة فين غطيح. المشكل اللي عنده هو داك يعني الوقت اللي غيطلع الكرة ما كيطلعش، يا اما كيزرب وكيطلع والكرة كدوز لتحت، ولا كيتعطل والكرة كدوز فوق منه. مع الوقت يعني ايمن حسين غيماركي، يعني مسألة وقت فقط. يعني الا شفنا في ماتشات اخرين الكواري بحال البارح في الشوط الاول العرضيات، كنا على يقين ان ايمن حسين غيماركي، وملي غيماركي غيتحرر وغنشاهدوا ايمن حسين اخر، وان شاء الله هادشي اللي بغينا. يعني ما نقولوش ان ايمن حسين ضعيف، لا، الوقفه ديال المهاجم عنده، يعني كيوقف بلاصه مزيانه ديال الكره، ولكن داك التايمينغ اللي خاصو بوحدو، وان شاء الله غيكون خير. اذا تعطى فرص في ماتشات اخرين، بغينا نشوفوا ايمن حسين
بغينا نشوفوا اهداف ديال ايمن حسين، وان شاء الله غيجيو اهداف ديال ايمن حسين. نمشيو للتغييرات، يعني خروج النفاتي وخروج صابر بوغرين وخروج ايمن حسين ودخول زكريا الوردي، محمد زريدة، يسري بوزوق ومبارك. نبداو بزريدة. زريدة مؤخرا يعني كارثة في فريق الرجاء الرياضي. زريدة مبقاش كيقدم حتى شي حاجة لفريق الرجاء الرياضي. البارح دخل 4 الأخطاء، يعني كانت غتكلف الفريق بزاف، خصوصا واحد 2 الأخطاء كانوا محاولات خطيرة لاتحاد توارقة. زريدة ما عرفت مالو، زريدة ثقيل، ما يعني زريدة الى بصح المدرب كيشوف بعين ثاقبة غيبان ليه ان زريدة ضعيف بزاف، موازاة مع اللاعبين اللي كاينين. زريدة صعيب بزاف يدير بلاصتو. الوردي تمريرات خاطئة، تمريرة واحدة اللي مزيانة هي اللي عطات للزرهوني اللي جا منها الهدف ديال يسري بوزوق، اما الباقي الوردي بدنيا منهك، ما كاينش بدنيا، زائد انه التمريرات خاطئة، الزربة كيزرب بزاف. مبارك تبارك الله ما شاء الله، لاعب رائع، لاعب اللي كيشوف في الملعب كامل، لاعب اللي كيعرف يمتى يعطي كرة يمتى يشدها، لاعب اللي كيتحكم في كرة، لاعب رائع ورائع ورائع جدا. انك فاش يكون عندك في الوسط صابر بوغرين اهولو مبارك، يعني ثلاثي رائع ورائع جدا، اضافة الى مكعازي شيئا، يعني رائع ورائع. مبارك رائع. نمشيو ليسري بوزوق. يعني يسري بوزوق بلا ما ندوي عليه انه دخل تسجل. شفنا يسري بوزوق قام في ذاك الوقت اللي دخل قام ب3 المحاولات، وحده تعطات لدومينغو وسددها برا، الثانيه تعطات النوفل الزرهوني سددها الفوق، الثالثه دخل بها هو، والرابعه هي اللي ماركا. تبارك الله ما شاء الله. يسري بوزوق تا هو هذا العام 3 الأهداف واسيست، يعني شيء اكثر من رائع. كيبان لي ان المدرب خدام بزاف مع نوفل الزرهوني وبوزوق، يعني تفاهم كبير مع هاد 2 اللعابه هادو. وان شاء الله كنتمنوا الفرقه ديالنا انها تزيد للقدام، يعني تزيد مجال الخدمه، حيت اكيد ماشي حنا بغينا فوز فقط على توارقة ولا فوز على الفريق اخر، ولا بغينا البطوله، بغينا اللقب. لما لا؟ خاص فريق الرجاء الرياضي اقل انه يعني البطوله يفوز بها في الدوره 28. الدوره 28 ولا 27 خاصك تلقاك انت توجتي بالبطوله، حيتاش دابا فاش كتشوف دوكات الاحتياط ديال الرجاء كتلقى لاعبين اوراق رابحه، يعني كتلقى اللاعبين غينفعوك بزاف، اللاعبين غيقلبوا لك الماتش. لذلك ما خصناش نضيعوا اي نقطه ما خصناش نضيعوها، خصوصا ان الرجاء الرياضي هذا العام هذا اكبر فريق خلق الفرص. يعني البارح في ظرف 5 دقائق جاوك 6 ولا 7 الفرص، يعني اكبر فريق كيخلق الفرص. الكره كدور، اذا هادشي علاش خاصنا ضروري انتصار مورا انتصار ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناو. الماتش الجاي غيكون مع حسنية اكادير هنا في اكادير، وكنتمناو ان شاء الله ان فريق الرجاء الرياضي يرجع بنتيجة ايجابية، 3 النقاط ان شاء الله باذن الله. تهلاو ليا فراسكم. السلام.